السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الكنافه الساده، جميله جدا زي المحلات بالظبط، وهتبقي استاذه فيها بعد الفيديو ده. اتمنى كده تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم. اول حاجه انا معايا السيرب عشان اعمل السيرب للكنافه. معايا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ميه. ده السيرب المظبوط للكنافه، مش بيبقى لا تقيل ولا خفيف، بيبقى نص نص كده. وطبعا لازم السيرب يكون بارد والكنافه سخنه. بعد كده حطيتهم على النار. طبعا ما تحركيش المعلقه فيها عشان ما يسكرش منك. اول لما يبتدي يغلي حطي بقى عصره ليمونه وفانيليا. انا هنا بقى جبت الكنافه عشان كنت حطاها في الفريزر وطحنتها كويس في الكبه. طبعا انت لو ما عندكيش كبه ومش حابه يعني تعملي في الكبه، ممكن تفتفتيها بايدك كده عادي، هتبقى سهله جدا وهتتفتفت معاكي. بس طبعا لازم تحطيها في الفريزر عشان تبقى ماسكه نفسها كده وتتفتفت بسهوله. ما ينفعش تعمليها وهي طريه. حتى لو جبتيها طازه حطيها في الفريزر ساعتين اقل حاجه عشان تمسك نفسها. وهنا كان السيرب غلى، حطيت عليه بقى نص ليمونه وفانيليا وقلبت كويس واسيبه بقى لمده 5 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده نطفيه. وهنا بقى الكنافه حطيت عليها نص كوبايه سكر بودره وكوبايه سمنه. طبعا ما تقوليش كتير كوبايه سمنه، هي الكنافه كده كده بتحب السمنه وبتبقى حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين كده لازم نغلف الكنافه كلها بالسمنه و... وتبقى الكنافه كلها كده اتشربت بطعم السمنه. طبعا انا قلبت فيها كويس، لازم من فوق لتحت وكل الكنافه تاخد من طعم السمنه. وبعد كده بقى جبت صينيه كبيره وحطيت فيها سمنه ودهنت الصينيه بالسمنه كويس. وحطيت بقى الكنافه، ولازم بقى نبطط بايدينا كويس جدا، نبطط الكنافه في الصينيه كويس عشان تبقى كلها متساويه. بجد سهله جدا الكنافه الساده، اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا عشان خلاص رمضان داخل علينا، طبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم كده ويجعله كريم علينا، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، ويزيدنا ما ينقصناش. وان شاء الله في رمضان برضو اعمل معاكم وصفات حلوه جدا بالكنافه. وطبعا انا جبت صينيه صغيره ولازم ابطط كده بالكنافه بالصينيه جامد عشان تبقى متماسكه وتبقى كويسه. وانا كانت طلعت من الفرن قعدتها على درجه حراره 180، اخدت اللون الجميل ده. وبعد كده يعني انت بتتابعيها، وبعد كده تطلع بقى الكنافه سخنه والسيرب يكون بارد. وبعد كده سقيت الكنافه كلها بالسيرب. بجد كانت حلوه جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. طبعا بقى ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. والقاكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله، ومع السلامه.